بونجور. اليوم حابة أحكي عن الوضع اللي وصلنا له بلبنان، يعني فوق التعتير العيش اللبناني، الهجرة. بيقولوا لك اللبناني صار 3/4 الشعب اللبناني مهاجر، واللي باقي بلبنان بين ختيارية وبين ناس ما إلا لا عم تشتغل ولا عم تنتج. كنا نحكي عنه الاشياء القديمة، يعني الغريب اللي فوتوا لنا اياه، اللي اللبناني ما بقى لاقي شغل، الغلا، الكوى، المصريات اللي اخذتوا لنا اياهم بالبنوكة، دمرتوا الشعب اللبناني. صارت فاتورة الكهرباء اللي بده يدفعها اللبناني صارت اكبر من معاشه. اليوم في ناس جيتهم فاتورة الكهرباء 15 مليون ليرة. يا كفار يلي ما بتخافوا الله، اللي معاشه 6 مليون و5 مليون وجيته فاتورة الكهرباء 15 مليون، كيف بده يدفعها؟ فوق كل هاي الأمور اللي عم بتصير، فوق كل هالتدمير اللي دمرتوه فيه اللبنانية، وبعدكن هلأ جايين تعملوا حروب. كان بعد ناقصه لبنان حرب؟ انتو وين عايشين؟ انتوا عم تبرموا على البيوت وبتشوفوا اللبناني كيف عايش وشو عم ياكل وشو كيف جاي هلا الشتوية. اللبناني مش عارف على شو بده يتدفى. برميل المازوت $200، الحطب صار بعرفش قداي. اللبناني مش عارف على شو بده يتدفى. في ناس عم تقلك ما حط تدفئة. ياما في بيوت عم نفوت عليها براداتهم فاضية. الشعب اللبناني عم بيموت، عم يحتضر، وانتو عايجين عم تفكروا تعملوا حرب مع اسرائيل؟ اسرائيل شو هممها؟ اسرائيل بكبسة زر بتدمر لبنان كله، بترجعه عن بكرة ابيه، بس نحن الشعب اللي عم نموت. وعاه الشعب اللبناني بقى، وعارف لمين عم بتصوت كل 4 سنين. ما تبيع حالك بهال$100 اللي عم يعطوك اياها بقى. وعارف مع مين عم بتصوت، اللي عم ياخدوك للدمار وللهلاك. ما راس عراسنا وعيننا الفلسطيني والشعب الفلسطيني، بس انا بلدي ابدا واهم، انا شعبي ابدا واهم. هيدي مصر سكرت حدودها، هاي الاردن مسكرة حدودها، هيدي الامارات، هيدي السعودية مخصة بالدنيا مخصة. ليش نحن اللبناني بده يضل يدفع الثمن؟ شي حرب سورية، شي حرب فلسطينية. بس لا حياة لمن تنادي. الشعب اللبناني مخدر، الشعب اللبناني ميت، الشعب اللبناني مش عم يعرف يوعى، مش عم يعرف يوعى لحاله. 4 سنين عم ترجعوا تجيبون هني ذاتهم، عم ترجعوا تنتخبون هني ذاتهم. يلا تحملوا حرب على اسرائيل هلا بعد، فوق كل بلاويكن ومصايبكن والشحادة والنورن اللي عايشين فيها، كمان بده يجيب لكم حرب على لبنان ودمار جديد. وصحتين على قلبكن.